اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير بصحة وعافية وسلامة. شلونكم عسولاتي؟ شلونكم يا طيبات يا وردات؟ ان شاء الله يا رب تكونون زينين. طبعا اليوم الفيديو يختلف، بيه هواي كلام وبيه هواي سوالف وبيه هواي نصائح، وايضا بيه مشكلة وحدة من المتابعات طبعا راسلتني على الخاص على الانستا، وان شاء الله راح احكي لكم قصتها وراح ان شاء الله نشوف لها حل، وادري بيكم ما راح تقصرون. طبعا مثل ما تعودنا بداية الفيديو شنو نخلي لايك للفيديو حتى يصعد وغيركم يستفاد من عنده. طبعا بنات انا اليوم مسويه حمله على الدولمه. انا راح اعطيكم طريقتي يعني ونظامي. يعني شلون انظم وقتي بين الشغل وبين مثلا الطبخات اللي احتاجها. بنات بيوم مثلا ما عندي شغل قوي بالبيت، استغل الوقت مثلا اذا ما عندي خبز او غسل فراش او ملابس، او تنظيف مثلا كاونتر او تعزيل مخزن او تعزيل غرف، مثلا ذني الشغلات كلها ما عندي. فانا ايش اسوي؟ استغل وقتي. مثلا ابدي اسوي دولمه، اسوي لي جدرين واضمهن يعني بالمجمده. ومرات استغل وقتي يعني اسوي كبه، اسوي بورق، اذا عندي مثلا بقوليات، الفاصوليا، الحمص، اللوبيا، هذين كلهن مثلا بالليل انقعهن، والصبح يعني اسلقهن، وبعد ما اسلقهن طبعا راح يبردن واسويهن مثل الطبخات واضمن بالمجمده. يعني تيجي اكلات تفيد مثلا من يجيك خطار او عندك شغل بالبيت ما تلحقين يعني الطبخين. فهيك يعني هيك تفريزات كلش مفيده. ان احنا يعني اكثر شيء احنا مات يعني البيوت احنا النسوان. فبنات انصحكم اذا ما عندكم شغل بالبيت دائما استغلوا وقتكم بهيجي شغلات وهيجي يعني تفرزنون هيك اكلات. اي فبنات انا مثلا قلت لكم بيوم ما عندي شغل قوي هيك استغل يومي. انتم اذا تحبون سووا مثلي، اذا حبيتوا الفكره يعني واستفاديتوا من عندها طبخوها. طبعا انا اليوم مسويه حمله على الدولمه، قلت اسوي لي جدر للغداء، وجدر افرزنه بالمجمده يفيدني هم وقت الحاجه. فبنات هسه يقولون خاف مو طيبه يعني بالمجمد وتبقى الدولمه او من ورا يعني تجمد وهاي. بالعكس بنات يعني من يسوون الدولمه ويطلعونها كانما يعني استوت لافتها، يعني كلش طيبه يعني تبقى طيبه، فما عليها شيء. وان شاء الله بنات تستفادون من الافكار يعني اللي دا اقدمها لكم. واللي دا يشوف القناه يعني والفيديو اول مره اتمنى يشترك بالقناه ويفعل زر الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد، وان شاء الله راح تستفادون من قناتي والاشياء اللي اقدر اقدمها ان شاء الله تفيدكم. طبعا بنات هسه راح احكي لكم قصه واحده من المتابعات، مثل ما قلت لكم راسلتني على الخاص وحبت تطرح القصه مالتها، واتمنى يعني تلقوا لها حل وهي راح تتابع تعليقاتكم. تقول تزوجت احد اقاربي، تقول ظليت وياه تقريبا سنه وهو زين وياي وماشي امورنا تمام. تقول وبعد السنه صار عندنا طفل، وبعد هاي السنه تقول تغير حيل علي. يعني تقول قام يسوي اشياء مو حلوه، وقام عاملها معامله مو حلوه، وقام يعني يضربها، واهلها هماتين كلش وتقول مو زينين وياي ويسيئون يعني بالتعامل وبتصرفاتهم. تقول حاولت انا وياه يعني حاولت اهديه وجيته بكل الطرق، تقول بس ابد ما فاد وياه. تقول ظليت زعلانه، بين الزعلانه وبين الراضيه. تقول المهم صار عندي طفل ثاني، تقول انا ما كنت يعني بنيتي اسوي طفل ثاني، تقول الحمد لله هو الشيء بعد قسمه الله وصار. تقول وبقى حال زوجي يعني على نفسه وما تغير من معاملته وتصرفاته المو حلوه. تقول فاني يعني بديت امل من هاي الحاله. تقول اخر شيء صار تقول ضربني بالتخم وجيت اموت، تقول الا شويه. فتقول انا من هالحاله يعني مليت وهاي رحت زعلانه لاهلي، وانا يعني طالبه طلاق، وهو يعني تقول حالته الماديه كلش زينه ويقدر يعني ياخذ اطفالي من عندي. فتقول انا ما عندي يعني امكانيه او رشوه يعني حتى اخذ اطفالي يعني يبقون يمي. تقول هسه أنا يعني هي حايره، تقول يعني هسه هي زعلانه يم اهلها وتقول حايره فما اعرف شلون اتصرف. فبنات يعني اتمنى تلقوا لها نصيحه، واتمنى يعني تنتبهون على قصتها وتنصحوها، وادري بيكم ان شاء الله ما تقصرون وياها، وان شاء الله تلقوا لها حل. لان ما شاء الله باقي المشكلات اللي طرحتهم بالقناه كلها ما شاء الله انحل لنا مشكلات. وان شاء الله بنات ما تقصرون وياها، وهي هسه طبعا راح تتابع تعليقاتكم ونصائحكم، وان شاء الله اشوف حل يعني من عندكم. ادري بيكم ما راح تقصرون. طبعا بنات شوفوا انا هنا هسه كملت جدر الدور مال الغداء، فراح اعوفه على الطباق. طبعا انا ما اخلي له مي بالبدايه نهائيا، اعوفه شويه يتعرق يعني كلش على مود يذب المي مالته وما تصير زفره يعني الدولمه، وبعدين اخلي لها مي على قياس يعني الدولمه هي بيها، يعني مجرد يغطيها واعوفها على عين عاليه، وبعدين انصر وتعرفون باقي السالفه. هنا حبيت اسوي وياكم هاي الزلاطه. طبعا سويت بيها تفاح بنات كلش طيب بالزلاطه. ما اعرف انا شوي عندي بالبيت ما قد ياكلون التفاح هيك يعني، فاستغله بالزلاطه ياكلونه يعني طيب، فهيك ابد ما ياكلوا ما اعرف ليش. فحبيت اشارككم هاي فكره الزلاطه، وجربوها بنات يعني التفاح ويا الزلاطه. فمثل ما تشوفون خليت التفاح وهم ارجع للرمان. الرمان طيب ويا الزلاطه، وخليت شوي لهان، ومثل ما شفتوا الملح والمايونيز وكلش طيبه. وطبعا الدولمه ما تحلى اذا ما وياها لبن يعدل الراس. واني يا بنات ما اعرف احب الشكل الثلج هيك باللبن. هاي دولمتي شوفوها بعد ما كملت، هذا شكلها يعني والريحه ما اقول لكم عليها شلونها.
أتمنى فيديو اليوم عجبكم بنات، وأتمنى ما قصرت بشي وأي شي تحبون يعني تريدون مثلا تعرفون أي شي ببالكم كتبوا لي بالتعليقات، وأنا إن شاء الله بكل فيديو أذكر يعني موضوعكم، وإن شاء الله تستفادون. وهذا كان الغداء، وطبعا سهمكم العافية، وأتمنى تجربوها، وأتمنى النصائح يعني فادتكم اليوم، وإن شاء الله ما نكون مقصرة وياكم. طبعا أحلى يعني فقرة هي من قلبة الجدر مالت الدولمة، وبالذات هاي الحكاكة مالتها كلش أحبها أني، لأن يصير ما أعرف طعم بيها مختلف. إن شاء الله عجبكم الفيديو بنات، ولا تنسونا باللايك الحلو حتى نستمر. ووصلنا لنهاية الفيديو بنات، إن شاء الله ألتقيكم عن قريب، ومع ألف ألف سلامة.